السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ نذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. آه الفراخ البيضاء زي ما انتوا شايفين الوزن بتاعها ما شاء الله. آه ناس كتير بتتخوف من تربية الفراخ البيضاء، مع ان مفيش اسهل منها، بس هي عاوزة شوية اهتمام، بس شوية اهتمام منك كده، شوية خلطات هتفرحي بيهم وهتطلع معاكي احلى انتاج للفراخ. هتلاقي اوزان هتعجبك، هتلاقي اوزان ما شاء الله تقدري تطلعي منها. يعني الفرخة ممكن تعمليها على مرتين، لو الوزن بتاعها حلو ممكن توصل معاكي فوق ال3 كيلو. لو اهتميتي كده بشوية حاجات بسيطة هتعلي معاكي الاوزان، وتبقى الفرخة معاكي بحجم بطة. فمن الحاجات اللي الناس بتخاف منها تربية الفراخ البيضاء، مع انها مفيش اسهل منها، بس هي عاوزة شوية خلطات، شوية خلطات من البيت. ولا هنستخدم اي حاجة من بره، لا ادوية بيطرية ولا يعني هتتكلفي حاجة. يعني دي تربية البيت، هم 10 كتاكيت ولا 15 ولا 20، بس هيطلع معاكي احلى من المزارع لو اهتميتي بالخلطات. من الحاجات فعلا اللي بتزود وزن الفراخ الخلطات بتاعت البيت. هتخلي معاكي يوم الفرخ بيومين، يعني بدل ما بيزيد مثلا، نفترض انا بقول مثال 100 جرام مثلا فينو، هتلاقيه 200 300 جرام. وهتخلي الدورة معاكي تخلص بسرعة، وما تحسيش ان انت تعبتي فيها، ما تحسيش انها مطولة معاكي ومش عطياك الاوزان اللي انت عاوزاها. حتى لو الفراخ يعني مش درجة اولى، مش فرز اول. طبعا لما بتكون عندك الكتاكيت مش فارز اول، بتاخد وقت في تحميل الاوزان. بالخلطات والحاجات اللي احنا هنمشي عليها هتخلي معاك الفرخ فرز اول، وهتلاقي احجام واوزان. يعني تقدري تطلعي منها بانيه بقى، تطلعي منها حاجات كتير. الفرخه الواحده هتطلع معاكي كميات. هي النهارده خلطتنا حاجه بنستعملها في البيت ومتوفره عندنا، الطحينه. الطحينة دي من الحاجات اللي بتزود الوزن بطريقة رهيبة. فعلا بتخلي الفرخ معاكي كده يفور فوران من استخدام الطحينة. انتوا عارفين طبعا الطحينة دي معمولة من السمسم، والسمسم دي من الحاجات القوية في زيادة الوزن، وحاجات طبيعية، مش هتبقى هرمونات بقى ولا لا، ده حاجات طبيعية وبتخلي الفرخ معاكي يزيد وزنه بسرعة لو انت استمريتي عليها. يعني تحاولوا تبدلوا، احنا قلنا خلطات قبل كده تاني، دي برضو من الخلطات القوية. لو انت استخدمي الخلطة دي وخلطة مثلا العسل اللي احنا قلنا عليها قبل كده، الحلبة الحلبة المطحونة، المغات، كل الحاجات دي فعلا لو انت بدلتي فيها هتلاقي معاكي الفرخ جاب معاكي من الاخر، وجاب وزن حلو وخلص الدورة معاكي. السمسم من الحاجات القوية، انتوا لو عملتوا سيرش عليها، من الحاجات القوية، مليانة عناصر وفيتامينات قوية لصحة الفرخ. مليانة كمية بتزود السعر، فيها كمية سعرات حرارية، فبالتالي اي حاجة بتدخل معدة الفرخ بتتحول طبيعي كده دايركت الوزن على طول. فهتلاقي معاك الوزن جايب، يعني كل يوم هتلاقي زيادة في الوزن. هتعمليها ازاي؟ هتجيبي معلقة الطحينة. لو انتوا بتاكلوا طحينه مثلا في اي غدوه بتحطوها في الغدا، مثلا شويه سمك ولا اي حاجه، وعملت طبق الطحينه، خلي معلقه على جنب، يعني من المعلقه نفس من الطبق اللي انت عملتيه، يعني زي الاضافات اللي انت بتحطيها حطيها. لان معلقه الكمون اللي انت بتحطيها حته، لو حطيت حته مثلا خل ليمون، فدي هتعلي معاك قيمه الطحينه نفسها، هتعلي معاكي بزياده، لان هتديه فيتامين سي طبعا، وفي الحر ده محتاجين الفراخ معانا فيتامين سي عشان يقاوم موضوع الاجهاد الحراري. كمان بتحمي من الامراض، غير ما ومعلقه الكمون برضو بتنظم معده الفرخ. فمن لا يعني زي ما بتعملي طبق الطحينه، خدي منه معلقه، دوبيها في نص كوبايه ميه، وبعد كده جيبي الميه بقى بتاعه الفراخ، حطي فيها الخلطه اللي انت عملتيها دي. تفكتيها الاول بنص كوبايه ميه، وبعد كده تحطيها في ميه الفراخ على طول. دوبيها كويس في الميه السقوه اللي انت بتحطها لهم، وخليهم بقى يشربوا منها. الموضوع ده فعلا من الحاجات المفيده للفرخ،
واتفرجي على وزن الفراخ بقى، استعمليها بقى مرتين 3، بديلي بينها وبين الخلطات اللي احنا قلنا عليها. وهسيب لكم في اخر الفيديو ان شاء الله فيديوهات للخلطات اللي احنا قلناها قبل كده. استمروا في الخلطات دي وشوف النتيجة، هتخلي معاكي الفرخ مفيش شهر هيحمل معاكي اكتر من 3 كيلو، ومش هتاخد معاكي الدورة كتير، ولا هتستهلكي بقى علف طول ايام كتير، لان انت بتخلصي الدورة بسرعة وبيديكي الوزن اللي انت عاوزاه وبتذبحي بسرعة. لو انتوا معايا لغايه دلوقتي ما تنسوش اللايك، وان شاء الله تستفيدوا من الخلطات دي وتجربوها، وهتجيب معاكم ان شاء الله نتيجة. وان شاء الله في الايام الجايه هقول لكم على برضو خلطه من الخلطات برضو الحلوه اللي سر من اسرار المزارع زياده وزن الفراخ، هنحطها على العلف ان شاء الله. يا رب تكونوا تستفيدوا ان شاء الله، ويكون تربيتكم دايما للطيور كده منجزه وموفره ان شاء الله في ميزانيه البيت، ويا رب يملى بيوتكم دايما بالخير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.